أنا وقعت وأنت كمان وقعت. السلام عليكم. قال رسول الله: ما من عبد مؤمن إلا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه حتى يفارق الدنيا. فإن المؤمن خلق توابا مفتونا نسيا إذا ذكر ذكر. يا أخي المسلم، أنا عامل زي كده عشان أفكرك وأفكرني بالمستقبل، وفي كل وقت أتوه فيه إن أنا مخلوق عشان أتوب، وإن أنا بنسى، ولما حد يذكرني أتذكر أن الآخرة حق، مجرد دنيا. ومنساش يعني لما في مرة حد سألني، كنت في كورس إنجليزي، قال لي what your goal in life، فكسرت كده. كان معظم الناس بيقولوا إن هو يسافر، أو يعمل traveling، أو إنه يبقى شيف، أو خلاص الناس دي كلها. So I think my goal in life is جنة. فالكل استغرب وبعضهم ضحك. فاللي يسألني قال لي what after your life؟ فأنا قلت له okay I think my goal is الجنة. حتى في الدنيا ما أنت محتاج هدفك يكون الجنة، لأن هدفك لما يكون الجنة هو بيصلح ليك البوصلة بتاعتك. البوصلة بتاعتك اللي هي أنت دلوقتي في الشغل، أنت قدامك حاجتين: أنت مثلا تشتغل بقوة، تشتغل بعزيمة عشان تاخد مرتب عالي وتقبض قبض عالي، أو إن أنت تشتغل برضه بقوة، وده يكون عشان ترضي المدير، لمرضاة المدير بتاعك، أو لصاحب الشغل، أو لأيا يكن. فأنت ممكن تعمل ده وفي الآخر ما توصلش لحاجة، فتصيب ببعضا من الغم أو الهم. ليه؟ أنت كنت عايز رضا مخلوق زيك بينسى وبيعصي ويتوب وهكذا. فده طبعا في مشقة ليك كبيرة جدا. حتى لو وصلت لده فأنت أهلكت من طاقتك ووقتك كتير جدا. ولكن قدامك برضه حل تاني، هو نفس الحل، نفس اللي انت عملته، انت تتعب، تشتغل بشكل بمجهود عالي، بس في الأساس عشان مرضاة ربنا. يعني نيتك مثلا وانت نازل الشغل: انا نازل الشغل عشان اوري المدير ان انا كويس، ولا انا نازل الشغل مثلا انا لسه ما اتجوزتش عشان هقول لربنا انا نازل اسعى عشان يا رب انت تعيني في الزواج، ربنا يعيني، او عشان يا رب انت اديتني جسد فأنا بشتغل بيه عشان أحافظ على جسدي وأحافظ على من أعول وهكذا. أو مثلا إن أنا يا رب نازل أشتغل علشان أنفع المسلمين، الفلوس اللي أنت بتدخلها دي تتصدق بيها إن شاء الله هتنفع المسلمين. نيتك هنا أكيد هيكون أثرها على حياتك بشكل ككل، مش بس في شغلك، هتكون مختلف تماما. يعني أثرها هيبقى، يعني لو أنت نازل عشان بس ربنا يعينك على الزواج، كم من التيسيرات هيبقى تلاقيه في شغلك غير طبيعي. ربنا يعونك على ده، أنت عايز تكمل نصف دينك، فده هيكون أثره لطيف جدا على حياتك. خلينا ناخد مثال تاني برضه سريع كده، هو مثلا الجيم. أنت دلوقتي رايح الجيم علشان نصرة الإسلام، ولا انت او ولا انت رايح جيم لمجرد ان انت تاخد صور وتعمل اللي هو انا خلاص انا اتطورت، انا مثلا نسيت هذا الشخص وبدات اركز فوكس على حياتي وانا تمام، وانا بص العضلات، بص الباي، بص التراي؟ ولا انت نازل علشان يوم مثلا يقول لك يلا ها، والله في جهاد دلوقتي، خلاص يلا احنا رايحين دلوقتي، يلا انت مثلا رايح الجيش، فانت نازل عشان نصرة الاسلام، عشان تبقى قوي، عشان الصحابة كانوا اقوياء والنبي كان قوي وكلهم كانوا ذو عضلات تبارك الله. يعني انت نازل عشان ده ولا انت نازل عشان ايه؟ انت لو نزلت، يعني لو عدلت البوصلة دي تلاقي تدريبك اصلا مختلف.
تدريبك اصلا مختلف، تدريبك كتدريب اصلا مختلف. هتلاقي في بركه وفي حاجات غير طبيعيه. انت بتشيل اوزان يعني سبحان الله، الناس ممكن تستغرب منك ليه؟ لان انت مش بس انت اللي بتشيلها، انت ربنا بيعونك لان هو عارف بوصلتك اساسها ايه. خلينا نقول ان كل ده، كل الحاجات دي بقى ايه؟ كل الحاجات دي يعني حاجات انت بتعملها عشان توصل لهدفك الاساسي، وهو الجنه ان شاء الله والفردوس الاعلى. ربنا يرزقنا اجمعين. انت وسط كل ده وقعت ونسيت بقى، نسيت كل ده، نسيت إن هي أنت عايز تروح الجنة. حلو. نسيت أصلا أنت ابتديت ليه أصلا، وأنت بتحفظ قرآن ليه، وأنا بقرأ في العلوم الشرعية دي. أنا مالي ومال العقيدة والفقه، أنا مالي ومال العقيدة والفقه. يا عم أنا أصحى الصبح أصلي والدنيا تمام، الناس كلها بتصلي. في إيه يا حبيبي زيادة؟ الناس كلها بتصلي. نسيت إن ده مطلوب منك، إن الصحابة كانت بتسافر وتطلب العلم، وإن الأنبياء كانوا بيطلبوا العلم. إن سيدنا موسى راح لسيدنا الخضر عشان يتعلم، عشان يتعلم بس منه. سافر كل المسافة دي علشان بس يتعلم، علشان طلب العلم اللي انت كسلان عليه، اللي انت كسلان فيه دلوقتي ده. الأنبياء والصحابة والرسل تعبوا وحاربوا، وحاربوا فعلا علشانه، عشان يتعلموا. اللي هو انت دلوقتي دي حاجة انت يعني لسه هتعلم، ما عندي حاجات أهم. يا أخي بالله عليك إيه أهم؟ ايه اهم مثلا من ان انت تتعلم صفات ربنا؟ ايه اهم دلوقتي من ان انت تعرف ان هدفك هو الجنة، وان هدفك انك ترضي ربنا؟ هي انت لما ده يبقى هدفك، لما ده يبقى الغاية بتاعتك، هدفك اللي تحت الغاية دي هتكون، هتساعدك في دنيتك وهتساعدك في الآخرة. فيعني فيعني أذكرك وأذكر نفسي إن الهدف الأساسي هو الجنة إن شاء الله. وإن أنت لو ده هدفك الحقيقي، ده هيساعدك في دنيتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. فلازم أنت يكون عندك حسنة في الدنيا، لازم توصل لها، تمام. لازم يكون عندك برضه في الآخرة، فاهم إزاي؟ ولا تنسى حظك من الدنيا، فاهم ازاي؟ ما تنساش حظك من الدنيا، ليه؟ هو ربنا خلقك فيها عقاب. بس انت برضه وانت بتسعى للجنة، ده هيفتح لك ابواب كتير جدا. فما تخليش كل التركيز بتاعك او ان انت تعمل فوكس كده كله على الدنيا، على امور الدنيا بس، على امور الشغل والفلوس والزواج والابناء والجيم وكذا. كل الحاجات دي انا بركز هنا. طب معدل البوصلة بتاعتي اخليها علشان الجنة. وانا بعمل، انا لسه بعمل الحاجات دي. انا ما بقولكش ما تركزش فيها وما تتعبش فيها وما تعملش مجهود فيها، لا اعمل مجهود فيها ومجهود كبير كمان. بس عدل البوصلة شوية كده، خليها عشان ترضي ربنا، علشان دي كانت سنة من الرسول ان هو كان بيعمل ده، فاهم ازاي؟ علشان ده هيعمل الهدف الاساسي هو ان شاء الله دخول الجنة، ودخولي ان شاء الله ان ربنا يحشرني مع الصحابة والصالحين. لما ده وانت بتسعى في امور الدنيا تعدله، هتلاقي امور الدنيا بتتيسر وبتتفتح شك- بشكل غير طبيعي، غير انشراح في الصدر وهكذا. يعني مش هيبقى عندك حتى ضيق، اللي هو وانا بعمل كل ده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاهم ازاي؟ في الله الانسان المستعان يعني. قابل التوبه شديد العقاب. فاحذر يا اخي من شده عقابه، وادعوه بالمغفره وتقبل توبه ان شاء الله. وقعت، قوم. وقعت المره الثانيه، ثالثه، رابعه، الألف، العشرة. ما فيش عدد. في كتاب الأربعين النووية، الأربعين النووية للإمام النووي، عفو الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب من الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك
بقرابه مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الإمام النووي قوله تعالى ثم استغفرتني غفرت لك هو نظير قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والاستغفار لا بد أن يكون مقرونا بالتوبة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. واعلم أن الاستغفار معناه طلب المغفرة واستغفار المذنبين، وقد يكون عن تقصير في أداء الشكر واستغفار الأولياء والصالحين، وقد لا يكون عن واحد منهما بل يكون شكرا وهو استغفار صلى الله عليه وسلم واستغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام ابن دقيق العيد أيضا قوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، هذا موافقة لقوله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.